السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم دايما في الله. طبعا نبدأ الفيديو بتاعنا ونسوي نعمل بقى حاجة حلوة النهاردة زي ما شايفين قدامكم. طبعا الكنافة دي انا عاملاها بس اللون بتاعها جميل جدا. بس عاملاها من غير سمنة ومن غير زيت وفي وقت قصير جدا. عاملة مسخنة الفرن شغالة الشواية بس، وحاطة طبعا الرف اللي هو الوسطاني، فكنا يعني اللي تحت الشبكة. وطبعا ده وش يحمر اقلبه، كل شويه وش يحمر اقلبها ده نص كيلو اقلبها كده. وطبعا لحد ما عطتنا اللون او خدنا اللون الجميل ده. طبعا معايا لبن، هقول لكم هنعمل ايه. طبعا معايا مانجا ومعايا كمان مانجا تاني، هنعملها كده مع بعض بطريقه تانية، حاجه تانية يعني. طبعا ما تنسونيش زي ما اقول لكم، ما تنسونيش اللايك، فضل وليس امر. لايك يا حبيبي الحلوين، لايك بالله عليكم، اللايك عشان اللايك قليل جدا جدا. فادعموني دايما بلايكاتكم. واللي طبعا ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان طبعا يوصل له كل جديد. متنساش طبعا ندعي لأهل المغرب ولأهل ليبيا، ربنا يا رب معاهم، وربنا يا رب هقول لك ربنا يرحم امواتهم ويصبر اهاليهم يا رب. ربنا يرحم امواتهم ويصبر اهاليهم، سواء اهل ليبيا او اهل المغرب. فربنا يا رب معاهم وربنا ينصرهم يا رب. ربنا يا رب يرزقهم حيث يرضيهم، وربنا يصبرهم ويطفي النار اللي في قلوبهم على المأساة اللي هم فيها. فربنا معاهم يا رب، ربنا معاهم، ربنا موجود، ربنا قادر على كل شيء، وربنا يصبرهم ويعوضهم معوض خير ان شاء الله، عوض الصابرين، اللهم امين. طبعا تعالى نسمي بسم الله كده ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا. وطبعا زي ما شايفه كده، خلينا بقى الطبق بتاعنا ده كده. معايا بقى اللبن ده كيلو الا ربع لبن او كيلو على حسب، زي ما شايفين كده ده كيلو لبن. هحط له بقى معلقتين نشا او 3 معالق كده. حط كده 3 معالق نشا. معايا بقى كوبايه سكر، كوبايه سكر كده. عايزين ما تزودوا عايزين تقللوا، دي حاجه ترجع لكم كده. ونبدا طبعا نعمل نبدا بقى نعمل كده كويس جدا بقى. ونحط يعني كيس فانيليا كده، او معلقه فانيليا صغيره، اللي هي لو فانيليا سايله معلقه صغيره، لو كيس ماشي حبه صغيرين كده. ونحط بقى نرفعها كده على النار، نار كده متوسطه. طبعا انا حطيته كده على النار طبعا اللبن او الكريمه الكدابه بتاعتنا. فطبعا معايا طبعا مانجتين كده مجمده من الفريزر، شايفين كده اهي مجمده من الفريزر. طبعا حط كده منها الحبه، وعليهم كوبايه اللبن. حطهم كده كلها كوبايه لبن. عليها طبعا كيس كريم شانتيه كده، كيس كريم دريم، او كوبايه او نص كوبايه كريم شانتيه لو عندك سايب كده. ده انا عندي يا دوبك اللي جبته دوبك من بره هو اللبن. انا دايما اي حاجه يعني بجيبها كده كيس، يعني الكيس يعني مش غالي ب 10 جنيه. فدايما اجيبه واخليه دايما عندي. طبعا نحط السكر كده، يعني كوبايه الا ربع كده او كوبايه على حسب ما انت بتحبها. طبعا يكون حلو، يعني السكر ده حاجه اختيار، يعني ترجع لك انت عايزه تزودي او تقللي، فدي حاجه اختيار. وهعمل هغطيها طبعا وهضربها في الخلاط لحد ما تلافي معايا كريم شانتيه كده، يبقى تقيل ويبقى جميل جدا. طبعا شوف بقى، طبعا بعد ما ضربنا المانجا في الكريم شانتيه والسكر، طبعا بص عطانا هو القوام ده انا عاوزاه كمان. القوام ده حلو جدا كده، جميل جدا. ادي في دوبك هنعمل بقى الكريمه الكدابه معانا.
ونكمل بقية الحاجة بتاعتنا الجميلة الحلوة اللي غالية برا. يعني تشتريها يعني طبق اقل، طبق صغير بتاع كام، بتاع 200 جنيه ولا 300 جنيه. ليه؟ حرام نعمل بأقل التكاليف اي حاجة نعملها في البيت. بالمانجاية واحدة ممكن نعملها او مانجتين، والمانجا طبعا كتيرة في السوق، فاضل نعملها لاولادنا بدل ما طبعا ما نشتريها. انا كده بقى، وعاوز ايه، عاوز معلقة، يعني معلقة نشا دوبتها في حبة مية صغيرين كده، بتاع ربع كوباية مية. اهي ننزل كده وندوب. انا عايزة بس اتقل شوية يعني كده، بدل ما تحط 3 معالق يبقى 4 معالق نشا، تبقى القوام بتاعه مظبوط. طبعا بقى زي ما شايف كده، انا بس بحركه كتير عشان يبرد. هو كده القوام بتاعه كده كويس. بس انا هحط بقى حبة هنا في طبعا البايركس ده. هنجيب بقى حبة كنافة، نعمل كده. بصي ايه، مش هنحط لها شربات، هي بتبقى كده خفيفة وحلوة جدا، مش محتاجة عسل. يعني عامة الشربات بالنسبة لي عسل، لان طبعا كل الحاجة اللي فيها دي حاجات مفيدة، فانا ايه هتبقى مسكرة كمان ومظبوطة، تبقى حلوة جدا. مش محتاجة كل ايه عسل، يعني هتبقى كده القوام بتاعها كويس جدا. هنيجي طبعا حاطين برضه عليها الكريمة. لان الكريمة دي كده وهي هتخليها تبقى طرية وحلوة جدا. انا بقى هاجي احط عليها الايه، طب بعد ما حطينا الكريمة كده، حط عليها بقى شرايح كده مانجا. آه تبقى حلوة قوي. عشوائي عادي ترصيها زي ما انت حابة، فبتبقى حاجة حلوة. زي ما شايفينها كده، يعني المانجا كده عشوائي. ونيجي طبعا برضو رشين عليها كده حبة الكنافة، تبقى حاجة حلوة جدا وجميلة قوي. سيدي هنيجي بقى طبعا زي ما احنا كده حطينا كيف نعمل ايه بقى كده. آه طبعا نعمل كريم شانتيه بالمانجا، تبقى حلوة. او طبعا تربط طريقته زي طريقة الايس كريم، صح، طريقته زي طريقة الايس كريم، بس بتبقى جميل جدا. نفردها كده. هنيجي طبعا زي ما احنا كده سويناها طبعا الكريم، طبعا هنرص عليها الايه طبعا شرايح المانجا. زي ما انتوا شايفين كده، انا بص عملتها ازاي. بس الكهرباء بقى قطعت، وانا برصها كده زينة المانجا. ودي كده دوريد او ورده كده موز جميله جدا، بس حلوه ازاي. فبقى عندي ايه، كنافه وطبعا وكريمه. وطبعا هعملها في الكوبايات دي. طبعا شوف انا حطيت فيها الكريمه اهي في ال4 كوبايات كده. فطبعا نعمل ايه، نمسك كده نحط كده. انا حطيت زي ما انتوا شايفين كده حبة كريمة، حبة كنافة وكريمة وكنافة، يعني راق وراق. انزل بقى عليهم بالايه، بالكريمة دي زي كده.
وكده زي ما انتم شايفين خلاص. انا خلصت. وبصي جميله زينتها بالبرشاميلو كده زي ما انتم شايفين برشاميلو. اي مكسرات عندك واي حاجه عندك اللي موجوده عندك. وبصي جميله جدا جدا خفيفه طعمها حلو قوي قوي. بره غاليه جدا لما اشتريها بره تعمليها في البيت اكلت تكلفه يعني دوبك ده بكيلو مانجا. عملتها بصراحه وبكيلو لبن وفاض منه كمان. فيا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش دايما باللايك فضلا وليس امرا. ولكم اسيبكم في رعايه الله. ما تنسوش تذكروا الله يذكركم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.